تعالى اقولك على سر الشركات في البرطمان ده، وهعرفك سر الخلطة للصلصة الاصلية للشركات. تعالي بس انت تابعي معايا الفيديو وشوفي هعملك صلصة الشركات والمصانع ازاي بطريقة جديدة خالص وحصرية على اليوتيوب، ومش هتلاقيها في اي فيديو. المكونات او الخلطة اللي انا هحطها في الصلصة هتديكي طعم الصلصة الاصلية وبدون مواد حافظة خالص. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة هتتابعيني يا ريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة. قصتنا النهاردة يا زهرة الكون صلصة الشركات بالطريقة الاصلية بتاعتها بالظبط. اول حاجة انا هنا هشتغل على 2 كيلو من الطماطم. انت الكمية اللي عايزاها طبعا ايه هتعمليها. هنمسك الطماطم نغسلها مرة واثنين وثلاثة واربعة، واختاري دايما الطماطم اللي تكون ايه مطولة كده شوية وتكون حمرة علشان تلاقيها ملحمة كده ومرملة من جوه. بس كده يا زهرة الكون بعد ما غسلتها كويس انا بقطعها اهو قدامك. قطعيها ايه كأنك بتقطعي سلطة عادي يعني عشان تمشي ايه معاكي في الخلاط، عشان انا هضربها قبل ما ايه احطها على النار. هخرط كل الطماطم اللي معايا زي ما انت شايفة كده بالظبط يا زهرة الكون، وامشي معايا واحدة واحدة وانت هتعملي احلى صلصة. بس كده هجيب الخلاط بتاعي وهعبيه ايه طماطم زي ما انت شايفة. عندك هاند بلندر مفيش مشكلة، بس الخلاط احسن عشان يفرمها لك كويس، عشان هتضربيها في الخلاط. عشان كده بقولك اعمليها كده ايه زي السلطة. وهنحط ربع كوباية بس في الخلاط بتاعنا، ما تحطيش اكتر من كده عشان انا عايزة الطماطم زي ما هي عشان تديك النتيجة الصح للصلصة بتاعتنا. الربع الكوباية ده انا مش هكرره تاني، مش كل مرة هتحطي ربع كوباية، هي اول مرة بس في اول شفشة. وبعد كده ايه هنخلي شوية من الطماطم بعد ما ايه نخلطها كويس، هنسيب شوية صغيرين هنحط عليها الطماطم ونضرب عليها كل الكمية زي ما انت هتشوفي معايا. بس كده هنجيب مصفى تكون عينيها ضيقة كده شوية ونحط فيها الخليط بتاعنا او الصلصة بتاعتنا وهنصفيها. وزي ما قلت لك هنسيب شوية صغيرين كده في الخلاط ونحط عليها الطماطم ونضرب تاني. مش هنحط مية غير ربع كوباية المية بس. كده كده هي الطماطم اصلا فيها مية، فاحنا عايزين نتخلص من المية وما نحط لهاش ايه مية كتير. بس امسكيها كده ايه بالمغرفة بتاعتك او بايدك زي ما انت حابة، واعملي ايه وصفيها كده كويس بالمصفى زي ما انت شايفاني. انا هحط باقي الكمية واصفيها كلها مرة واحدة. بس كده يا زهرة الكون طبعا الخطوات دي كلها سهلة معانا. استني الخلطة السرية عشان تخليها احلى صلصة ان شاء الله. تعملي بيها بيتزا، هتعملي بيها المشويات، تعملي بيها مقرمشات، بتعملي بيها مقرمشات على رأي ايسل. شايفين معانا؟ بس كده هنصفيها كويس بس كده صفيها كويس. وبصي دب المصفى كويس، هتنزل كل ايه الصلصة الموجودة فيها من تحت. بس كده تمام. دي كل كمية الطماطم معايا زي ما انت شايفة يا زهرة الكون. طبعا الكمية اللي انت عايزاها استخدميها مفيش اي مشكلة، انا بقولك التجربة ونجحت معايا 100%. دي احلى صلصة، ولا تشتري صلصة ولا اي حاجة. الطماطم رخيصة وب5 جنيه. واعملي الكمية اللي انت عايزاها. هاتي الحلة بتاعتك وحط فيها ايه الصلصة بتاعتنا او الطماطم بتاعتنا وهنحطها على النار. مجرد ما تغلي توطي عليها النار وتسيبيها، ما تلخميش نفسك بيها يعني، سيبيها على البوتاجاز وايه وتعيش حياتها. انا عايزاها تعيش حياتها بحيث تستوي معانا ايه على الاخر. يعني ما تقعديش واقفة عليها، بس انت قلبيها شوية وسيبيها وامشي كل شوية اديها تقليبة وخلاص. شايفين طول ما هي الفقاقيع دي شغالة معانا اعرف ان لسه المية ايه قاعدة في الصلصة بتاعتنا. انا عايزة الفقاقيع دي كلها ايه تبقى تطرطش معانا. لما تطرطش معاكي تبقى كده استوت. هوريها لك برضو. شايفين مجرد اني انا بروح واجي عليها بس وما بلخمش نفسي بيها. تعالوا نشوف هنحط المكونات امتى. قبل ما اطفي عليها كده بايه يعني بربع ساعة احط المكونات بتاعتي. مجرد ما اشوف الصلصة نقصت معايا في الحلة بتاعتي وبدأت تتخن معايا هبدأ احط ايه المكونات بتاعتي. زي ما انتوا شفتوا معايا معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة ملح صغيرة، ده كله معالق صغيرة، ومعلقتين سكر صغيرين، وهنحط معلقة بابريكا كبيرة.
على حسب اللون بتاع الصلصة. لو حاسة اللون الطماطم احمر معاكي مش محتاج لون ما تحطيش. عايزة تزودي اللون شوية حطي معلقة بابريكا كبيرة، بس كل ما الكمية تكتر معاكي هتزودي طبعا ايه الكمية. حطيت 4 معالق من الزيت وحطيت نص عصرة ليمونة، بس هي دي كل مكوناتي. دوبي كل المكونات طبعا كويس في الصلصة بتاعتنا. زي ما انت شفتيني انا استخدمت المضرب عشان طبعا الثوم البودر والبصل البودر ايه بتلاقي فيهم ايه مكونات كده، بيحطوا دقيق، بيحطوا مش عارفة ايه عشان ما يكلكحش معاكي، عشان الصلصة طبعا بتاعتنا ايه على النار. بس كده واقعدي قلبي برضو فيها المرحلة دي عايزاكي تقلبي فيها، بس حاولي تغطيها وتبعدي عنها عشان هتطرطش عليكي. مجرد ما تحط المكونات خلاص كده ايه ربع ساعة وتطفي عليها عشان ايه المكونات كلها تتجانس مع بعض. هنجيب البرطمان بتاعنا هنا، انا كده طفيت عليها وسبتها هديت شوية. لو برطمانات ازاز هقولك تعملي ايه، لو برطمانات بلاستيك برضه هقولك تعملي ايه. لو عايزة تخزنيها برا ما تحطيهاش في التلاجة استخدمي برطمان ازاز، بس لازم تعقميه في مية مغلية. هقولك برضو بعد ما تحطي الصلصة تعملي ايه. عايزة تحطيه في التلاجة مش مستاهلة ان كنت تعملي الحركة اللي انا هقولك عليها في البرطمانات. على حسب طبعا الكمية، لو عملتي كمية كتير وعايز تستخدميها برا لازم بعد ما تحط الصلصة في البرطمانات الازاز وتقفليها كويس تحطيهم ايه في مية مغلية، تسيبيهم يغلوا لمدة ايه 5 دقايق في مية مغلية. هي وبتغلي يعني سيبي البرطمانات فيها كده اسمه تعقيم كامل. هتسيبيها برا ومش هتحطي لها زيت ولا اي حاجة على وشها، هتقعد معاكي سنة برا. بس لازم تستخدمي طبعا الليمون والسكر اهم حاجة ايه في الصلصة بتاعتنا. عايزاها تحطيها في التلاجة خلاص عبيها عادي زي ما انا عبيتهم كده عشان الكمية قليلة، فحطهم ايه في التلاجة. مش مستاهلة ان انا اعمل لهم اللي هو التعقيم الكامل، عشان اصلا البرطمان ده ايه فيهم برطمان بلاستيك و2 ازاز. زي ما انت شايفة معايا، بصي معايا الصلصة، قوام الصلصة تحفة والله العظيم، والله العظيم طعمها احلى من الجاهز كمان. شايفين هو ده القوام اللي انا وصلت له. اهم حاجة تخلي المية كلها تتشرب معاكي من الصلصة. 2 كيلو شوفوا جابولي 3 برطمانات وجابولي اللي في البولة دول. طبعا الطماطم الايام دي حلوة ومسكرة وزي العسل وتعملي احلى صلصة منها. تنفع معاكي في رمضان وتنفع معاكي غير رمضان. زي ما قلت لك لو ازاز بعد ما تعبيها بالظبط تقومي كافياها عشان ما يبقاش في فراغات معانا في البرطمان. وبعد كده ايه تعقميها في مية مغلية، يعني لمدة 5 دقايق تغلي في مية مغلية. انا هحطهم في التلاجة مش مستاهلين ان انا ايه احطهم في مية مغلية عشان هيخلصوا بسرعة. ومع السلامة اشوفكم فيديو قريب.